حكايات من الحياة. مش كل اللي ظاهر قدامنا هو الحقيقة الكاملة، لأن البشر عندهم مليار وشوش طيبة ووشوش قاسية ووشوش جميلة وشوش حنينة، أنواع كتيرة جدا جدا من الوشوش، وبيعرفوا كويس جدا يستخدموها امتى وازاي عشان يوصلوا بس للي هم عايزينه. ودي حكاية أستاذة أمنية اللي اتجوزت وهي عندها 26 سنة. اتجوزت جواز صالونات عن سمعة أستاذ أحمد الطيبة، واللي هو أساسا راجل ميسور الحال ومعروف أهله مين، ومعروف إن هو من عيلة كرمة وأصلة. وأستاذة أمنية هي وحيدة أمها، والدها منفصل عن أمها من سنين طويلة وما يعرفوش عنه أي حاجة. إلى حد ما حياتهم على قدهم شوية، مش زي عيلة أستاذ أحمد. عيلة أستاذ أحمد طبعا عندهم ممتلكات، دول يعني بيمشوا الشهر على قدهم. أول ما راح طبعا أستاذ أحمد لأستاذة أمنية فرحوا جدا، والأم راحت زغرطت وقالت لها يا بنتي ده اتفتح لك طاقة من طاقات القدر. وأمنية اتصلت بصحباتها واللي طبعا شجعوها جدا وقالوا لها ده انتي واخدة واحد يعني على الفرازة، راجل أدب وأخلاق وكل حاجة وتمام والدنيا يعني. ده بالذات ما تقوليش عليه لأ، ما تفكريش من غير اصلا حتى ما تدي لنفسك لحظة تفكير، قولي هي سمعت الكلام وقالت كان الجواز اول سنة لذيذ وجميل والدنيا حلوة، وكان شايلها من الالف للياء. ما تنزليش عشان انا اللي هجيب لك كل حاجة، انا اللي هعمل لك كل حاجة، انا اللي مش عارف ايه، ودلع وحنية وهزار ولعب ومش عارف ايه. كانت الدنيا حلوة جدا. وتقريبا اول سنة دي كان معيشها ملكة، بس ملكة ما بتنزلش، ما بتخرجش من البيت، ما بتعملش اي حاجة غير انها تتدلع. هنمشيها تتدلع. بعد ما خلصت اول سنة وكانت أمنية حامل، في نهاية السنة الاولى ابتدت حملت، وطبعا ده خلى الوضع يختلف شوية، ان هي خدت رعاية اكبر، اهتمام اكبر، دلع اكتر. عدت مرحلة الحمل وربنا كرمها ببنت. الوضع اختلف، في حاجة اتغيرت. اول ما الطفلة وصلت واتأكدوا، لان هم كانوا شاكين يعني، رغم السونار ورغم الحاجات اللي بتتعمل دي كلها كانوا شاكين مش متأكدين. اول ما اتأكد استاذ احمد ان هي بنت، في حاجات كتيرة اتغيرت. أمنية بقت هي اللي بتنزل شغل الملكة، ده خلاص بقى ما بقاش موجود، ما بقاش بيدلع، بقى عصبي أغلب الوقت. تقريبا ما لمس بيته خالص، يعني مرات تتعدى على الصوابع اللي شال فيها البنت. هي كانت مستغربة وهو ما قالش حاجة بصراحة في الموضوع.
لكن هي قالت يعني ممكن يكون مش بيحب البنات ولا حاجة، وانا يعني مش حابة اتكلم معاه، فسكتت. وامها قالت لها بص يا بنتي، هو شوية ويعني ايه، هيتفهم الموضوع، والبنات رزقها واسع وهو هيحبها، ده البنت حبيبة ابوها. قلت لها تمام يا ماما، ماشي ماشي. استاذ احمد ابتدى ايه، يقلل في الفلوس بالتدريج. يعني هي مثلا تكون عايزة 1000 جنيه، يقول لها لا، هي كفاية عليكي 500 وهتجيبي بيهم 1 2 3. في الأول كان بيديها فلوس بس ما بيقولهاش حاجة، يعني جيبي بيه اللي انت عايزاه، جيبي بيه طلبات البيت. هي كانت فلوس قليلة شوية، لكن مش زي الدرجة دي. من ساعة بقى ما هو يعني كل ما الموضوع بيتطور معاه، ومن ساعة ما جت البنت ابتدى ايه، يمسك في الفلوس زيادة شوية، لحد ما وصلنا لمرحلة ان هي تقول له انا عايزة حاجة ليا او للبنت، يقول لها لا. تقول له ليه؟ يقول لها انت مسرفة جدا وبتضيعي فلوس في كلام فاضي، وانا مش عاجبني اللي انت عاملاه ده. تقول له احنا يعني ربنا كرمنا، يعني ربنا فاتح علينا وبتاع. يقول لها ده رزقي، هو انت بصلي في رزقي؟ فكل ما تقول له لا هو ده رزقي انا وبنتك انت، يعني احنا كمان معاك في الرزق ده. يقول لها لا لا، انتوا عالة عليا، انتوا 2 نسوان. قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني انا اتخوزقت بيكم، انتوا مفيش حد يصلب ظهري فيكم، انتوا 2 نسوان. قالت له طب يعني ما انا مراتك ودي بنتك، واحنا ظهرك وسندك يعني انا مستحيل اسيبك ويعني دي بنتك. قال لها يا شيخة توكسي، يا ريت البتاعة اللي انت جايباها جوه دي ما كانت جت، انت كنت اكبر خازوق انا خدته في حياتي، جايبالي بنت وفرحانة وعايزة اصرف عليكي. ده انت تشكر ربنا لحد دلوقتي ان انا ما رميتكيش انت وهي في الشارع. قالت له ايه؟ قال لها تشكر ربنا لحد دلوقتي ان انا ساكت وصابر، ويعني حاطط جزمة في بقي ومستحملكم. ايه، انت مش فاهمة المصيبة اللي انت عملتيها؟ جايبالي بنت وقاعدة فرحانة. قالت له طيب. اتصلت بامها، حكت لها الحكاية، قالت لها يا بنتي هو ممكن يكون بس غضبان شوية، استحملي، اوعي تسيبي البيت، لو سبت البيت في الوقت ده هتحصل كوارث، اوعي تسيبي البيت. قالت لها تمام يا ماما، حاضر. المهم عدت الايام وهو ما بيتغيرش في معاملته، بالعكس هو بقى جاف جدا. بقى كل حاجة في الحياة أوامر، حتى العلاقة الجنسية بيديها أوامر فيها. المهم أمنية تعبت وكان لازم تعمل عملية في عينيها، وزي ما قلت لكم هي كانت أسرة متوسطة الحال أو إلى حد ما فقيرة. أمنية ما كانش معاها فلوس تعمل عملية، وخاصة ان العملية دي كانت بالنسبة لهم بمبلغ، يعني كانت هتكلف 25,000 وهم معهمش اصلا ربع حتى المبلغ ده متجمد على بعضه. فأمنية كانت عايزة تتصرف، وفي نفس الوقت مش قادرة تقول لأمها انه انا مش هقدر اقول لجوزي. ولقيت امها بتقول لها يا بنتي انا عارفة الظروف وده نصيبي، يعني سيبيني، اللي يحصل فيا يحصل فيا، انا يعني انا عشت على قد ما عشت، عايش تاني.
وانا عارفة ان انتي جوزك مش. قالت لا لا يا ماما، لا لا لا، انا هاخد من جوزي، مالكيش دعوة انتي. قالت لها يا بنتي اسمعي الكلام. آه انا عارفة ان. قالت لها يا ماما أنا هعمل اي حاجة عشان ايه، عينيكي ترجع سليمة. انا مستحيل اسيبك، انت امي. قالت لها طيب يا بنتي، طيب بس لو ضايقك ولا حاجة ما قالت لها يا ماما لا لا، ده انا وهو العلاقة اتحسنت جدا، واول ما عرف ان انت تعبانة لا لا اتغير خالص. وفضلت تسرح بامها. وامها المسكينة الى حد ما كانش فيها دماغ انها تفكر في كلام بنتها، فصدقته، او كانت عايزة تصدقه عشان ما تحسش بالذنب. وراحت اتصلت أمنية بصاحبتها اللي عارفة كويس ان صاحبتها دي جوزها شغال في شركة بتدي قروض للناس. وقالت لها انا محتاجة قرض ب25,000، ويعني انت عارفة الظروف وكده وبتاع. قالت لها ليه طيب؟ يعني انا عارفة ان استاذ احمد مقتدر جدا وبتاع. قالت لها لا، ما هو ده مش عشان استاذ احمد. قلت لها امال ايه طيب؟ يعني انا اسفة طبعا ان انا اتدخل وبتاع، انا اخدمك بعناية. راحت حكت لها كل حاجة من الالف للياء، وحكت بقى اللي عمله احمد، وحكت ان هو بخيل عليها جدا، وحكت ان هي مش عارفة حتى تغير الجلابية اللي عليها، وحكت ان هي عايشة مع الراجل دلوقتي 4 سنين في مرار، وان هو بعد ما البنت جت وهو حتى البنت يعني بيديها بالمرار عشان تصرف عليها، وان هو لا عايزها ولا عايز البنت، وان هي بس ما عاشتش معاه غير اول سنتين او اول سنة ونص كانوا كويسين، لكن بعد كده ال4 سنين اللي بعديهم كانوا مرار المرار. قالت لها تمام، انا هكلم جوزي واقول له حاضر، ما تقلقيش. عثمان اول ما هيسمع ده هيطير من الفرحة، ده بيعزك جدا، انت ما تعرفيش، انت اغلى واحدة في صحابي وهو بيعزك. انت فاكرة ده من ساعة الفرح بتاعي وهو والله بيسأل عنك على طول. انت يعني اغلى واحدة في صحبتي بالنسبة له، يعني الراجل بيحترمك جدا وبيقول ان امنية دي على خلق. قلت لها تمام، ربنا يخليه، هو انسان محترم والله، راجل كمل وبتاع. وبعد شوية لقت رقم غريب بيرن عليها، وبيرن اكتر من مرة، فردت ولقيته استاذ عثمان. قال لها يا مدام امنية، انا عايز اقابلك، واعتبري موضوع القرض بتاعك ده خلصان. انا هظبط الامور عندي في الشركة، بس انتي حضرتك هتيجي تمضينا بس على كمبيالات، وشوفي المدة اللي انتي حابة تقسطي عليها القرض، وانا يعني اعتبري الموضوع كله خلصان. قلت له ربنا يسترك يا استاذ عثمان ومش عارف ايه وبتاع. المهم امنية خدت القرض، والحمد لله عملت العملية لامها، والعملية نجحت، والدنيا كانت ماشية زي الفل. واستاذ عثمان بصراحة ما كانش مقصر نهائي، بالعكس هو يعني ده راح المركز بتاع العمليات وحضر مع استاذة امنية العملية، وكان راجل قمة في الاخلاق والذوق، ويعني ما بانش منه اي حاجة كده ولا كده. وبعد تقريبا 6 شهور كان المفروض ان مدام امنية بتدفع قسط 2000 جنيه في الشهر، وهي ما كانش معاها غير 600 جنيه، وامها وجوزها ما يعرفوش اي حاجة ان هي ماضية على نفسها كمبيالات للشركة دي عشان تاخد منهم 25,000. فهي اتزنقت جامد وما كانتش عارفة تعمل ايه، فراحت اتصلت بصاحبتها
كنوع من الفضفضة، ان هي مش عارفة تعمل ايه، وفي نفس الوقت عارفة ان جوزها لو عرف هيرميها في الشارع هي وبنتها، وان الظروف صعبة، وانه يعني بقى حيوان بيتعامل معاها بطريقة مفيهاش إنسانية نهائي، وأمور كتيرة قوي حكيتها معاها. ومن ضمن الأمور اللي حكيتها معاها كانت حاجات تخص العلاقة الجنسية بينها وبين جوزها. في الليل صاحبتها وهي قاعدة مع أستاذ عثمان راحت حكيت له كنوع من المشاركة، عايزة تفتح حديث. المهم ان هي راحت حكيت له التفاصيل اللي بتحصل ما بين أمنية وجوزها. الراجل بين تعاطف، لكن تعاطف محترم شوية، اللي هو مداش للموضوع اكبر من حجمه ولا بين اهتمامه الزيادة. راحت صاحبتها قالت له يا عثمان يا حبيبي، لو تقدر تعمل لها حاجة، انا صعبان عليا جدا، دي بيحصل فيها وبيحصل فيها وبيحصل فيها. قال لها طيب هشوف هقدر اعمل لها ايه. حاضر متقلقيش. قلت له ربنا يخليك ليا يا رب يا سيد الرجالة. تاني يوم عثمان ما راحش الشغل، وهو كان عارف مواعيد خروج جوز مدام أمنية، فاتصل بيها بعد ما جوزها خرج وقال لها معلش يا مدام أمنية، أنا عايز أقابل حضرتك دلوقتي. طبعا هي لبست ونزلت، وهي عارفة كويس جدا إن هو هيتكلم معاها في حوار القرض والقسط اللي عليها. أول ما قابلها وكانوا بيتقابلوا في مكان مداري، هي المكان ده كان عبارة عن الشقة القديمة بتاعة أمنية أو بتاعة أمنية. كانوا بيتقابلوا في بير السلم فيها، كأنهم اتقابلوا صدفة عشان برضو محدش يلاحظ ومحدش يتكلم عليها. هو جالها في المكان دوت وراح اداها 3000 جنيه وقال لها جيبي بيهم اللي انت عايزاه، واعتبري القسط بتاع الشهر متسدد. قلت له استاذ عثمان لا، انا مستحيل اخد منك حاجة، يعني انا مش شحاتة. انا قال لها مين قالك ان هو شحاتة؟ قلت له امال ايه؟ قال لها امال ايه دي خليها بعدين شوية. قلت له لا انا جوزي مكفيني. لا، جوزك مكفيكي منين؟ انا عارف ان جوزك بخيل وما بيصرفش عليكم، وعارف ان انتي محتاجة حاجات كتيرة قوي، وهو مش راضي يديكي فلوس حتى عشان تجيبيها. وراح وهم واقفين لمسها في مكان حساس، وهي مصدومة مش عارفة هو ايه ده، لدرجة ان هي معرفتش تطلع صوت ولا تتكلم. هي وقفت كده ثابتة متجمدة، حاسة ان رجليها اتمسمرت في الارض. وهو ماشي قال لها على فكرة الفلوس دي مش تمن اللي انا عايزه، لان اللي انا عايزه انتي كمان عايزاه، وانا مش عايزك في الحرام، بس في نفس الوقت مش هتجوزك رسمي، عشان انتي عارفة ان انا متجوز. فلو انتي موافقة انا عندي استعداد اصرف عليكي من الالف للياء، ونتجوز عرفي، وتطلقي من الحيوان اللي انتي ايه معاه. أمنية من هو بيتكلم كان حاطط يده في المكان دوت، فهي مش قادرة تستوعب اصلا هو بيقول ايه. ولما سابها هي خدت نفسها، اللي هو ايه اللي حصل ده.
حست ان هي مش الدنيا لفت بيها، مش مستوعبة اي حاجة، مش فاهمة اي حاجة، مش عارفة تعمل ايه. وفي نفس الوقت لما هديت شوية هي قعدت على السلم عشان تهدى، ولما هديت شوية لقت الفلوس في ايديها، ولقيت انه استاذ عثمان راجل محترم، راجل هيشيلها، راجل هيحترمها، راجل هيديها الفلوس اللي هي محتاجاها، هيحسن عيشتها شوية، هيساعدها في ان هي تربي بنتها بشكل محترم شوية عن اللي جوزها مخليها فيه. فكرت طب هو يعني ليه لا، انا مش عايزة منه يعني ان هو يسيب صاحبتي، يعني انا مش هأذي صاحبتي في حاجة، انا يعني هبقى معاه لحد ما اعرف الاقي شغل اصرف منه عليا وعلى بنتي. فيعني هو ده غلط؟ طب اللي انا هعمله غلط؟ طب اللي هعمله صح؟ فضلت تفكر كتير وهي مش عارفة تعمل ايه او ايه المناسب، وغابت عن استاذ عثمان في الرد تقريبا اسبوعين. واللي ظهر تاني وطلبها في نفس المكان وقال لها انا من يوم ما لمستك وانا مش قادر، وبصراحة انا مش بتاع الحرام، ومن يوم اصلا ما شفتك في فرحي انا عايزك، وانا يا بنتي يعني راجل مقتدر وهقدر اشيل البيتين، ما تخافيش، وعلى فكرة انتي يعني مش هتأذي صاحبتك في حاجة، وفي نفس الوقت انت هتدبري امورك، وعلى فكرة لو حابة ان الوضع ده يكون مؤقت وما عجبكيش يا ستي انا مش هلزمك بحاجة، دي ورقتين عرفي ولو ما عجبكيش الوضع قطعيهم، بس يعني انا مش قادر اصبر تاني بصراحة، بعد ما لمستك انا مش عارف ابطل تفكير فيك. وراح لمسها مرة تاني بنفس الطريقة الاولانية، بس المرة دي هي الشهوة والرغبة بتوعتها اترفعوا، وكانت في حالة الى حد ما حالة استسلام، كأنها بتقوله انا بديك الاشارة الخضراء. فبص لها كده وقال لها اما انتي دايبة خالص امال عاملة نفسك جامدة ليه؟ ما توافقي بقى، خلينا يعني نظبط امورنا سوا. سكتت، مقدرتش تتكلم، وبعدين قعدت بعد ما هو مشي قعدت على السلم تاني وهي بتحاول تظبط هدومها وبتحاول تظبط الدنيا وبتفكر هتعمل ايه. كان اكبر المشاكل اللي قدامها ان هي هتخون صاحبتها. طيب انا يعني ده ممكن يكون حل مشكلتي، انا حاسه انه ده الراجل اللي انا بتمناه، اسلوبه، طريقته، حتى رغبته هي مناسبة جدا ليا، وفي نفس الوقت يعني الراجل بيقول ان هو هيقدر ان يكفيني ويكفي صاحبتي، ومن حق الراجل ان هو يتجوز مرة واتنين وتلاتة، فانا مش هضر صاحبتي في حاجة يعني. وفي نفس الوقت هي شايفة انه هي كده بتخون صاحبتها اللي عملت فيها جميلة، وما كانتش عارفة تعمل ايه ومحتارة جدا. هل تقبل بعرض استاذ عثمان ولا تفضل في الحياة اللي هي عايشاها؟ ودي حكايات من الحياة.